زي ما قلنا وزي ما هو واضح في كلمة الدكتور البرادعي وزي ما هو واضح من البيان اللي صدر عنه امبارح ان الشباب هم كلمة السر ومربط الفرس من اول دقيقة ولحد النهاردة، والحقيقة انه عمره ما راهن عليهم وهم خذلوه، لكن الدور والباقي عليه هو، والمرة دي بالذات هو اللي بيخذلهم ولا العكس صحيح. ده اللي هنحاول نجس نبضه في بلدنا النهارده. فاسمحوا لي ارحب اولا بضيوفنا الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق العام للجمعيه الوطنيه للتغيير واحد يعني اقرب المقربين من الدكتور محمد البرادعي. برحب بحضرتك اهلا وسهلا. عبد الجليل. خالد عبد الحميد عضو الامانه العامه للحزب الشعبي، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي. برحب بيك يا خالد. واسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب التيار المصري. برحب بيكم من شباب الثوره بالتاكيد. قبل ما اسالكم الرساله وصلت ولا لا ووصلت ازاي، ويعني الجواب باين باين من عنوانه بس خلونا الاول يعني نسال الدكتور عبد الجليل مصطفى عن قراءته لموقف الدكتور البرادعي من حيث اولا القرار، ثانيا الطريقه اللي اتخذ بيها القرار، والطريقه اللي تم بيها تبليغ القرار سواء للمقربين منه او اللي بيشوروا عليه او حتى الشباب اللي هو بيراهن عليهم، ومن حيث التوقيت. في البداية أحب أقول أنه هذا قرار صائب واتخذ في وقت مناسب. ما هو علشان أنا بالظبط عارف إنه الديمقراطية لازم تبقى حقيقية. أنا رافض انسحاب الدكتور البرادعي. بمعنى إنه أولا لو هو شايف إنه الطريق غير ممهد، كنت أود إنه يطالب الناس بالنضال معاه من أجل إصلاح الطريق ده. إنه كان أمامنا فرصة وكان أمام الجميع فرصة إنه نناضل من أجل تعديل المسار وتهيئة الأوضاع. أنا صراحة شايف إنه قرار الانسحاب بالرئاسة زي بالظبط لما الناس قالت مقاطعة الانتخابات. انتخابات في أحداث، في دم شهداء، الناس لازم تقاطع الانتخابات. فالناس اللي قطعت الانتخابات قعدت، وفي 30 مليون مصري راحوا صوتوا الانتخابات. أنا معترض على مسار الرئاسة دلوقتي أو الأجواء اللي هتحصل فيها الرئاسة. هقطع الرئاسة ولا أقول لا، أنا هخوض مع الناس النضال إنه نهيئ الأوضاع ديت أو نغيرها، وإن أنا أنزل أقول كده في ظل انتخابات الرئاسة. أنا أعتقد إنه إحنا خسرنا مرشحا الجميع مجمع، بعيدا عن خلافنا السياسي، أنا مختلف معاه سياسيا في بعض الرؤى، ولكن مجمعين على دوره وأهميته في التغيير. خسرناه بانسحابه امبارح. وكمان نقطة مهمة، أنا شايف إن هو المفروض كنا نخوض النضال لتهيئة الأوضاع ديت وتعديلها وتغييرها. وآخر نقطة عايز أقولها، إنه كنت أتمنى أن يقدم بديل آخر، بديل واضح ومحدد. وأنا كنت شايف إنه في فرصة إنه يعني يطالب الناس بالنزول 25 تحت شعار محدد، وهو تسليم السلطة للبرلمان، والبرلمان يخوض غمار وخناقة تهيئة وتعديل الأوضاع وإجراء الانتخابات الرئاسية. لأن الآن أصبحنا نملك سلطة مدنية منتخبة، مهما كان تعليقنا على نتائجها أو تحليلنا لنتائجها. ولكن فكرة أنه لا يوجد في مصر سلطة مدنية منتخبة، فهناك سلطة المجلس العسكري. يوم 23 يناير ستصبح هناك سلطة مدنية منتخبة. لنا الحق أن نطالبها بكل الأشياء، لنا الحق أن نطالبها بأن تأخذ لنا القصاص، بتعديل مسار المرحلة الانتقالية، حتى الأنابيب والبنزين. أعتقد أنه الناس تنزل تطالب البرلمان يوم 23 وكل الجلسات اللي بعد كده بكل مطالب الثورة. إذا كانوا هم انتخبوا من قبل 30 مليون مواطن، فمن حق ال 30 مليون مواطن انهم ينزلوا يطالبوهم بتنفيذ مطالب الثورة، بدءا من المطالب الديمقراطية والسياسية حتى المطالب الاقتصادية والاجتماعية. طيب، هو
لكن الحقيقه ان الدكتور برادعي من يوم ما جه وهو بيقول ان بيعكس، يعني هو مش بيطالب الناس تناضل معاه، هو صح. بيقول انا يهيئوا هناضل، المناخ. انا هناضل مع الناس. وهو كررها النهارده تاني حتى في الفيديو بتاعه، انه انا مش المخلص ولا المنقذ ولا انا ولا غيري، انتوا اللي هتعملوا التغيير وانا هشتغل معاكم. فهو كمان مش بيتخلى عن النضال، هو بيطرح صيغه تانيه للعمل وللنضال خارج الاطار الرسمي بصيغ هو قرر ما يقترحهاش كبديل، هو ساب ليكوا انكم تقترحوا هذه البدائل وهو هيشتغل معاكم فيها. ف طيب، هو بسم الله، هو طبعا ما حدش يقدر ينكر دور الدكتور البرادعي في دفع عجلة التغيير، وان هو لما الشباب كانوا وصلوا لحالة من اليأس وقالوا نقترح اسامي تقبل ان هي ترشح نفسها للرئاسة، في ناس رفضت وهو قبل، وده كان ملهم لبعض الشباب ومحفز ليهم، وده خلى يطلع حوالي 3000 شاب يسألوه في مطار القاهرة. ما ننكرش ان هو لما جه وقال انا مش هقدر ارشح نفسي او ان انا نعمل تحول ديمقراطي حقيقي في وسط البيئة التشريعية العفنة دي، فاحنا عايزين نعمل مطالب للتغيير، وحط 7 مطالب ان الشباب استمعوا للنصح دون واشتغلوا بايديهم واسنانهم عشان يمولوا المليون توقيع كويس اللي كانوا مطلوبين للمطالب التغيير السبعة. ما ننكرش ان في شباب كتير امنوا في الدكتور البرادعي ووقفوا وراه ودفعوا وراه في هذه المطالب، وان هو خرج مجموعات من الشباب معينه ومحدده من حاله السبات والسكون اللي كانوا فيه، وخلاهم فاعلين وموجودين واكتسبهم لساحه العمل السياسي. دي كلها حاجات تحمد للدكتور البرادعي. ولكن في نفس الوقت زي ما هو كان بكلمات بسيطه او بتوجيهات او برؤى او سياسات هو قدر يحافظ الشباب دول، انا شايف ان القرار ده يعني اتى بنتيجه عكسيه. ان هو القرار ده في توقيته قبل يوم 25 اللي الناس بدات فعلا تستفيق ان الثوره تسلب من ايديها، بس جه دلوقتي بيقول لهم انا مش هكمل، او انا المسار غلط، او البيئه لا تصلح. بالتالي التوقيت ده كان خاطئ جدا يعني، وليس القرار هو حر ان طيب هو خليني اقول يقرر. لك انه في ناس شايفه في التوقيت بالعكس ان هو الميزه، يعني في ناس بتقول كده بالبلدي انه الدكتور البرادعي قال يلا من الاول، يعني 25 يناير يطلع البرادعي من جامع الاستقامه وكل واحد يطلع من المكان اللي طلع منه يوم 28 يناير بس ونجيب من مفيش الاول. امن مركزي بقى. انه في ناس شايفه انه الدكتور البرادعي قال انا مش رايح قصر الرئاسه، انا راجع ميدان التحرير مثلا. يعني في ناس شايفه التوقيت بشكل يعني مختلف. لا، انا مش شايف كده، يعني انا شايف ان هو كان كويس بنعبر بالناس فتره معينه وبنقودهم وبنظل ان احنا نحفزهم. الدكتور البرادعي وفقا للمعطيات اللي انا قلتها دي، انا شايف ان هو مش ملك نفسه. انا مش من حمل الدكتور البرادعي، تمام، ويا عالم كنت هصوت له ولا لا، ولكن في الاخر انا بقول هو مش ملك نفسه. هو طالما نزل وطرح نفسه وفي ناس اقتنعت وناس بقت يعني تبذل وقت وجهد ومال، وناس خصبت اصحابها خصمت اهلها وبقوا شغالين ومقتنعين بيه، ما ينفعش ان هو قرار يبقى قرار فردي. ده انا بالنسبه لي مزعج حوالين آلية اتخاذ القرار في المستقبل. طبيعه الشخصيه، هل هي فعلا هتكون ديمقراطيه كما ينبغي وبتشرك الناس ولا لا؟ ما هو يعني المقدمات كويس بتقود الى نتائج. هو يعني الحقيقه انه امبارح ودكتور عبد الجليل يقدر بقى يرد في الجزئيه دي، انه في بعض الحضور قالوا طيب على الاقل، حتى يعني في حضور الدكتور بلدي قالوا انه على الاقل عرفنا انه ديكتاتور. يعني انه خد القرار بدون مشوره واعلنه وانتهينا. هل القرار ده ممكن يدي مؤشر على انه الدكتور البرادعي شخصيه لا اعتقد. ديكتاتوريه؟ لا اعتقد. فيما يخص التغيير قبل الترشيح، في بعض التعليقات المهمه، لانه حد مثلا بيقول هو الدكتور البرادعي كان عايز مصر فيها امان واستقرار وحريه وحاله اقتصاديه ممتازه عشان يترشح للرئاسه. طب انت هتعمل ايه لو نجحت؟ المفروض ان الرئيس القادم هيبقى له دور كبير في تشكيل هويه البلد، مش هيبقى عايز يجي ياخدها على الجاهز مثلا. يعني ده من ضمن الاراء المطروحه. انا هاخد بس معايا على التليفون دكتور مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب المنتخب عن حزب العدل، وواحد من اوائل يعني الداعمين للدكتور محمد البرادعي، وكان بيقود حملته في وقت من الاوقات. دكتور مصطفى النجار، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ. اهلا بيك. يعني وبالتاكيد انت واحد من شباب الثوره الموجهه ليهم يعني جزء كبير من رساله الدكتور البرادعي من خلال موقفه باعلان عدم ترشحه. الرساله وصلتك ازاي وقاريها ازاي؟
يعني أنا على المستوى الشخصي أحزنني قرار الدكتور البرادعي، خاصة إن هو جه في التوقيت ده. لكن أنا بحترم يعني خياره ورؤيته. ويعني أعتقد إن هو يعني أراد أن يوصل رسالة معينة بهذا الشكل. لكن يعني أنا أعتقد إن ما زال يعني أمامنا كثير من التحديات وكثير من المعوقات لاستكمال تحقيق أهداف الثورة. يعني الدكتور البرادعي هو شخص يعني يمتلك رؤية وله يعني آراء حكيمة مصر تحتاجها. فأعتقد تحتاجها كرئيس للجمهورية أو كمرشح محتمل لرئيس الجمهورية، ولا تحتاجها في أي مكان للعمل في أي العام؟ مكان، تحتاجها في أي مكان وفي أي وقت، لأن هو من قبل الثورة وهو أحد الآباء الروحيين لهذه الثورة، وهو السبب في تأسيس عدد كبير من الشباب ودخولهم في العمل السياسي، وعدد كبير من الشباب اللي كانوا في حملة البرادعي وهم يعني رموز هذه الثورة من الشباب. فأيا كان الموقع اللي هيبقى فيه الدكتور البرادعي أو اللي هو هيختاره لنفسه، لكن أتمنى أن هو لا يغيب عن يختفي من المشهد العام. يعني يجب أن يظل موجود أيا كان الوضع الذي سيكون فيه. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى النجار، وأعتقد إنه ده واضح في كلمته وفي بيانه في أكتر من موضع، إنه هو ما بينسحبش من العمل السياسي، هو بينسحب من إطاره الرسمي. بس اسمحوا لي أنا برضو هاخد شوية يعني ردود أفعال للبعض يعني شباب الثورة والشخصيات العامة، وهرجع تاني لموضوع التغيير قبل الترشيح. بلال فضل مثلا بيقول البرادعي انسحب لأنه سياسي محنك، لو كان يدرك أن فرص نجاحه ضخمة لما انسحب. بلاش نغالط بعض، ده مش قرار ثوري، ده قرار سياسي صح. وبيقول كمان انه بيوجه رساله يعني الدكتور محمد البرادعي، بيقول له تعلم محبتي ودعمي الكبير لك، احترم دورك الوطني وسابقى من محبيك، لكن ليتك تعلم ان ليتك تعلم بعض محبيك انك تخطئ وتصيب، واراك اخطات وخذلتني. محمد الجرحي بيقول لا تصدقوا كل ما يقوله السياسيون عن انسحاب البرادعي لأنهم يجاملونه، لكن في الحقيقة إنهم نفس الأشخاص التي دأبت على مهاجمته والنيل منه. لؤي نجاتي بيقول نقطتين مهمين في موضوع انسحاب البرادعي: اقتناعه بوجود نية للتلاعب في وضع الدستور، وطلب المجلس العسكري من البرادعي تأجيل انسحابه لبعد 25 يناير. أسماء محفوظ بتقول أنا مش من أنصار البرادعي، لكن مش قادرة أفهم حملة الهجوم عليه بسبب انسحابه. ما نحترم رأي بعض وندور على نقطة الاتفاق ونخرج بره فكرة الأشخاص. منى سيف بتشد في شعرها وبتقول أرجوكوا قولوا لي إن في سيناريو غير إن احنا نضغط على كل المرشحين العدلين ياخدوا نفس موقف الدكتور البرادعي، وفي الآخر يعني يقابلنا. وذكرت 2 مرشحين بعينهم، واضح إنها يعني لا تتمنى انها تشوفهم في موقع رئيس الجمهوريه. عمرو عزت بيقول انا شايف البرادعي عبقري ولا فلتة ولا قديس، ومختلف مع كتير من كلامه واختياراته، لكن انا نحسله ببساطه لانه المرشح الاكثر انحيازا لنا. انا هنا مش هتكلم عن شخص الدكتور البرادعي ولا طريقه اتخاذه للقرار، انا هتكلم عن انعكاس ده وتاثيره في السياسه وفي الشارع. تمام. هي دي الفكره اللي انا منطلق منها. تمام. انا لست من انصار الدكتور البرادعي لا قبل الانسحاب ولا بعد الانسحاب، ولكن كنت شايف انه احنا كنا في التسعينات لما بتحصل انتخابات وبنقول احنا هننسحب عشان نفقدها الشرعيه، كانت كل احزاب المعارضه بتعمل كده، وكانت بتترك للاحزاب الكرتونيه والحزب الوطني. احنا دلوقتي في مجال ثوره، ايا كان الاتجاهات الناس اللي نازله معانا واللي نازله الانتخابات واللي بيقولوا انهم مع الثوره، هم اللي موجودين دلوقتي بيقولوا انهم مع الثوره. فانا ما ينفعش في مناخ ثوري اسيب كل ده معترضا على الفكره انه كده هفقدها الشرعيه او اقول ان انا غلط. لو كان الدكتور البرادعي خد الموقف ده بشكل جماعي مع مرشحين رئاسه تانيين، كنت هقول بالظبط هي دي نقطه الضغط. تعالوا نعمل فعل جماعي يكشف ويضغط على المجلس العسكري او يضغط على اللي بيديروا البلاد
او يضغط على اللي بيحطوا القوانين انهم يعدلوا المسار انتخابات الرئاسه، وانهم يحطوا اجواء قانونيه صالحه للفكره بتاعه انتخابات الرئاسه. دي نقطه. النقطه الثانيه، كان امامه اختيار انه يعني يتجه للمجلس المدني المنتخب دلوقتي اللي هو مجلس الشعب اللي هيعقد الجلسات، ونخوض نضالات وتوريطه في انه يدير هو الفتره الانتقاليه الجايه، ولتصبح هي معركتنا القادمه انه هناك اصبح سلطه مدنيه منتخبه، نزل 30 مليون انتخبوا الناس ديت، ملهاش علاقه الانتخابات عجبانا ولا مش عجبانا، ديروا انتوا الفتره الانتقاليه، وليتنحى المجلس العسكري عن المشهد، ولتصبح السلطه المدنيه المنتخبه هي التي تدير بقيه شؤون الفتره الانتقاليه. اعتقد انه فوت الفرصتين دول بقراره المنفرد عن الانسحاب. وهنا بقى الفكره السياسيه، انه ازاي ابني نضالات يشارك فيها الجميع، وابني مسارات نضاليه وكفاحيه يشارك فيها الجميع. وبعدين صراحه فكره تعليقه على الانتخابات انها مش عادله، اولا هي دي الديمقراطيه، ثانيا احنا مش مزاجنا انه الناس يعني شباب الثوره نجح ولا ما نجحش، اتجاهاتهم نجحت ولا ما وبعدين هو اختزال ارجع ده لحزمه القوانين وبعدين والمنظومه التشريعيه ما هو الخاصه بالانتخابات، كل مباشره ده الحقوق السياسيه وتقسيم الدوائر كل ده بصراحه اختزال المشهد الثوري في انه الانتخابات بس، وانه بعد مجلس شعب ورئاسه هتستقر. يعني خلينا نسال سؤال بالعكس، هو لو مجلس الشعب ده نجح في كل الرموز الثوره وكل شباب الثوره، ومع اني متحفظ على لفظه شباب الثوره لانه يعني مفيش حاجه اسمها شباب الثوره بس يعني، واصبح نملك مجلس شعب قوي وكان رئيس مدني منتخب ويرضى عليه معظم الناس، هل الثوره انتهت؟ هل مطالب التي رفعت يوم 25 يناير تحققت؟ هي دي الفكره. احنا لم نستكمل الثوره بعد، ومش بس بتعديل المسارات الانتخابيه هتستكمل الثوره، بالعكس انا شايف انه احنا ايا كان المجلس المدني، المجلس الشعب المنتخب او الرئيس اللي جاي، انا ساستكمل الثوره باني هطالب الناس ديت انها تحقق ما تم رفعه من الناس من تغيير وحريه وعداله اجتماعيه. تمام. طيب انا بس سؤالي، هل انت شايف انه قرار الدكتور البرادعي هو انسحاب ولا يعني طرح اليات مختلفه للعمل السياسي؟ هو بيخذلك ولا بالعكس؟ هو عمل حاجه. في ناس قاعدين بيلعبوا دومنه، فهو دخل فشكل اللعبه وقال لهم يلا نلعب من جديد. انا رايي كده. الدكتور البرادعي وجه رساله لجزئيه التغيير عن طريق التغيير من تحت زي ما زياد العليمي قال، لسه وارد ولا ما هوش وارد؟ طب انا عايز ارجع ورا سنه صغيره. اتفضل. يعني لو بنتكلم على تغيير جمعي وتغيير من تحت، يبقى ابسط قواعد التغيير دون ان احنا نكون متفقين ان احنا هنحترم اراده الناس اللي احنا بنقول ان احنا هم اللي هيغيروا وهم اللي بيفرشوا لنا الطريق ويمهدوا لنا الطريق، ومن غيرهم مش هنقدر نغير حاجه. انا شايف يعني كتير جدا من الناس بتلف وتدور تاني ومكسوفين يروها حوالين قصه الدستور اولا ولا الانتخابات اولا. الموضوع تم حسمه بغض النظر هو كان اختيار الناس صح ولا غلط، الناس اختارت. فانا لما اجي الناس تكون اختارت وانا اقعد من ساعه الاستفتاء من يوم 19 مارس واعلان النتائج والاعلان الدستوري يطلع في 30 مارس لحد النهارده، واجي اكتشف ان هو المسار كان غلط، وان الانتخابات اللي نازلها ناس وبينافسوا وانا عندي ناس كانوا نازلين الانتخابات دي، وبعض الناس اللي موجوده واللي اترشحت زي مثلا، وبعض اللي نجح زي مصطفى وزي زياد او ما اخفق زي خالد، نيجي بعد كده نكتشف ان احنا كنا ماشيين غلط. لا، في حاجه غلط. الناس اختارت، بنحترم اراده الناس. الناس اختارت ان هو هيكون الانتخابات اولا قبل الدستور، حتى لو ده اسوأ شيء في الدنيا، دي رغبه الناس. الناس هي اللي هتعيش هذا الخيار. الناس راحت الانتخابات، 30 مليون واحد، 30 مليون مصري راحوا صوتوا
وطلعوا النتيجه اللي احنا شايفينها وما تمثلش كل طوائف الشعب. انهي انتخابات في الدنيا بتمثل كل طوائف الشعب؟ ازاي؟ انا لم امثل. انا شايف ان انا كان عندي افكار وراء واحلام وطلعات، بس انا مش زعلان ان انا لم امثل. خلاص الناس اختارت كده، انا هحترم اختيار الناس. الناس تم اللعب في دماغها، تمام؟ الناس تم توجيه لها رسائل غلط، تم ابتزاز عواطفها، مش مشكله. انا دلوقتي ببني وبضرب نموذج، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه طيب بس عشان يبقى واضح، بس انه ده مش خالص سياق الاعتراض على الانتخابات. سياق الاعتراض على الانتخابات الاساسي هو في اطار اوسع، وهو الاعتراض على تشوه المسار كله، وفيما يخص الانتخابات على منظومه التشريعات اللي نظمت أيوة، ما هو العمليه المسار ده الانتخابيه الناس دي. اختارته. لكن ما هو ده السؤال بقى، ده اللي انا عايزه اروح المسار بيه للدكتور عبد الجليل، انه هو احنا بنجيب من الاول؟ يعني لا لا خالص. هل الموقف خالص. ده معناه انه احنا لا لا لا. بنجيب المسار من الاول أبداً. زي ما خالد بيقول كده، لا. انه شويه ناس قاعدين يلعبوا دومنا فجه واحد فركش لهم الدور وقال لهم هنجيب من الاول، هذا ليس ولا لا؟ ضروريا وليس ممكنا. لكن طيب ايه امال اللي ايه؟ احنا بنقوله وانا اكدته انه برغم كثير جدا من الملاحظات على يعني الظروف التي تحكمت في اخراج الانتخابات بالشكل الذي حصلنا عليه، فيها كثير جدا من وجوه النقص والتي كان ينبغي ان تعدل بطريقه او باخرى. برغم كل ده نحن نسلم ونحترم نتيجة الانتخابات، ونرى أن الأعضاء الذين اختارهم الشعب هم ممثلوه الحقيقيون، بغض النظر عن الاعتراضات الأخرى اللي جت في السياق. الى اي مدى انتم متخيلين انه ده ممكن، انه بعد تخطي الصدمه والاحساس بالخذلان ده وارد، ولا خلاص انتوا بالنسبه لكم دكتور البرادعي انتهى كلاعب سياسي سواء رسميا او مش كل الناس حاسه طبعا بالصدمه ولا بالخذلان. انا بتكلم على مجموعات معينه هي كانت متعلقه بحلم او بامل الدكتور البرادعي او بشخص الدكتور البرادعي، وده اكيد ممكن يحصل لو الدكتور مفتوح خد قرار مماثل، ان هتلاقي في مجموعات معينه متعلقه بيه او بتاريخه او بكاريزما. ده وارد، بس مش كل الناس محبطه، لا، في ناس مبسوطه، وفي ناس شايفه ان الثوره ما بتقفش على حد، وفي ناس شايفه ان ده طرح سياسي من الثوره، فما ينفعش ان احنا نخلط الاوراق. بس اللي انا عايز اقوله ان هي الشباب لا حاليا مش مختلفين. احنا دلوقتي الناس كلها مجمعه ان هي اهداف الثوره يجب ان تستكمل. بندعو الناس انها تنزل يوم 25 ونحشد اليوم 25. الخلاف الوحيد اللي هو الطرح اللي بيقوله خالد، هل هننزل ننادي بتسليم السلطه لمجلس الشعب باعتباره المنتخب فيتحمل هو صلاحياته، ولا ناس ثانيه بتقول لا احنا هننزل ننادي بجدول فوري وعاجل لتسليم السلطه لرئيس منتخب وخطوات هذا الانتخاب ويرحل المجلس العسكري. انا شايف الخيارين ارحم من ان احنا نقعد نقول ان هو دلوقتي مش عايزين نكرر الاخطاء السابقه ونعمل انتخابات وبعد كده نقعد نعمل دستور نعمل فيه 6 شهور 7 شهور سنه ونعمل نقاش مجتمعي والمجلس العسكري موجود وبينفذ سياساته وبينفذ خططه وبيدير البلاد بالشكل اللي هو شايفه واللي احنا كلنا بنعاني من اثاره، وبعد كده يجي رئيس الجمهوريه. لا، انا بقول ان هي نار اي رئيس مدني ولا جنة الرئيس العسكري. انا اسف ان انا هضرب المثل دون، ولكن مبارك بجلاله قدره بجبروته في 30 سنه عمل 2000 محكمه عسكريه. احنا في 10 شهور عندنا 13000 محكمه عسكريه. مبارك في 18 يوم في 26 ولا 28 محافظه كان موت 800 واحد بشكل مباشر. احنا عندنا 60 واحد ماتوا في ميدان في مسافه 3 اسابيع. لا، لازم يبقى في رئيس مدني، ده اللي احنا مجتمعين عليه وده اللي احنا مقررينه واللي بنقوله ان هو يا شباب دي او يا اهل مصر الطيبين، احنا ضد العنف، احنا عايزين نبني البلد، ساعدونا ان احنا نبنيها. احنا بنقول ان احنا نازلين علشان كل واحد فيكم لو فكر ايه اللي تم من اهداف الثوره دي وايه اللي اتحقق لها هينزل ينضم لينا. لا في عداله اجتماعيه اتحققت، لا في حد ادنى ولا حد اقصى للاجور، لا في امان، ورغم ان القوات الامن موجوده وبيزودوها. النهارده جابوا لهم عربيات BMW X3 ما شاء الله. يعني واضح ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه. يعني الكلام ده ما اتحققش. احنا نازلين بنقول ان احنا البلد دي لازم ترجع لاصحابها الحقيقيين، يجب ان تدار بشكل صحيح، ده احنا مجتمعين عليه. لو في اي حد تاني عايز يلحق بينا انا شايف ان هو ده هيكون اضافه لينا واضافه ليه. تحركات الناس لا تتوقف على احد. الثوره دي ملهاش قائد، الثوره دي مش مشكلتها في ان هي يبقى ليها هيراركي وان هو يبقى ليها تنسيق او ده، لا، هي عبقريتها ان هي بدات كده. احنا الحكم لم يسلب مننا عشان نتباكى عليه. احنا من اول لحظه كان عندنا لحظه يعني
تصرفنا فيها بنبله او بسذاجه الله اعلم، وقلنا ان احنا مش طالعين عشان نحكم ومش عايزين حد يطرح علينا الطرح دون، ونقينا بنفسنا القرار ده كان صح او غلط، مش دي القضيه، ولكن احنا دلوقتي بنؤكد طيب. ان احنا طالعين علشان اهداف للناس كلها، مش عشان احنا نمسك او طيب، حد معين يمسك. سؤالي تمام. أنا بشكركم شكرا جزيلا. إسلام لطفي وكيل مؤسسي حزب التيار المصري، خالد عبد الحميد عضو الأمانة العامة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، دكتور